بخير ان شاء الله. امين يا رب. والله العظيم بعتذر لكم وبقول لكم انا اسفه يا جماعه ان انا ما بنزلش فيديوهات كتير. اقول لكم بقى انا ما بنزلش فيديوهات ليه؟ اخويا الصغير بنوضب الشقه بتاعته، فانا طول النهار هناك بطبخ وبعمل وبخلي وبسوي. فهتقولي صوري هناك الاكل اللي انت بتعمليه، ما فيش وقت. في صوانعيه وراكم عايزين ياكلوا يتغدوا في ميعاد، غير انا بقى انا وجوزي لما نتدلع ناكل ما ناكلش. يعني دلوقتي الساعه 12 بالليل عادي يعني نطبخ براحتنا ما فيش مشكله، لكن الناس اللي بتشتغل دي يبقى لها ميعاد ياكلوا فيه، فانا ما بيبقاش عندي وقت للتصوير خالص. ماشي يا معلم. فاهمني؟ فوالله العظيم بجد غصب عني يا جماعه. عارفه والله ان انا اتاخرت عليكم الاسبوع ده ما نزلتش غير هو فيديو واحد، فحقكم عليا والله غصب عني. بصوا بقى انا عامله صينيه نجرسكو والله العظيم، يعني عايزه تتدرس كده. شايفين الاضاءه؟ معلش حقكم عليا، انا كنت مشغله الفرن اللي في الصاله هنا ومش عارفه اخد نفسي، فاضطريت ان اقول للرشاد شغل المروحه عشان مش عارفه اخد نفسي والله. بصوا بقى فيها بقى والله طول ما انت واقف هنا يا رشاد الصوره 100 100. طب اراك لما التانيك طول الفيديو واقف هنا؟ مش عارف والله مر لي كده. زميلكم يا جماعه انتوا مش ملاحظين؟ انا حاسس دلوقتي ان الاكل باين، انما لما بيجي يقعد شايفين هتروح الاضاءه على طول. لا فاحسن حاجه والله اقف. اقول لك ليه بقى؟ ما انا اقول لك ليه ما ترفعش بقى هقول لك ليه بس. لان هو بيبقى عايز يجيب المهم يا جماعه انا عامله بقى النهارده شويه نجرسكو. اولا ده الليمون اللي انا كنت مخللاه، شايف الاضاءه؟ شايف ده الليمون اللي انا كنت مخللاه، ما عادش غير طبق ولا طبقين زي ده، يعني ايه خلاص بقى اللهم بارك من حلاوته خلص. وحمرت هنا بطاطس، وده طبق السلطه المعتاد. وعملت عصير مانجا اللي انا مخزناه خلاص يعني على وشك الانتهاء، رشاد شغاله عليها هتدك بتتك كده. وعملت بقى صينيه نجرسكو بالفراخ، كان عندي صدر فرخه كده اللهم بارك كده، ورحت جايه مقطعاه بقى. بتحرك الاضاءه والله انا بقول لك اقعد معايا والله بتحرك الاضاءه بتتحرك معايا يعني. بص شوف يعني شوف اجي كده الاقيها بتتحرك معايا، مش عارف الموضوع. يمكن انا المشكله اللي فيا انا. المشكله فيك انت اكيد فيا انا، بس ممكن مش المشكله في الاضاءه فيها. اكيد. تعالوا بقى يا جماعه كده نشوف بقى الجوس ده، عشان انا مكتره لها بقى البشاميل. طيب لا مش هتنفع. مش هتنفع. لا والله. لا والله ما هتنفع، والله ما هتنفع، مش هتنفع يا ستي توكلي على الله. شايف المنظر؟ شايف المنظر؟ منظر يتحدث عن نفسه يا جماعه. البتاع كانت بتقب في الفرن زي ما تكونوا انتم عاملين والله العظيم، يعني رز معمر كده من كتر ما هي دسمه، وعاملاها بلبن جاموس بقى. يا نهار ابيض. ممكن تعبي نفسك؟ لا مش هتعبي نفسك؟ لا. اوكي شكرا يا رب العالمين، يا رب العالمين بالله العظيم، عشان اللي عاملاها البتاعه غنيه بطريقه خطيره. كنت عايزه اصور يعني ونور كان قاطع والله العظيم. خطيره الفراخ، مخلياها خطيره احسن من اللحمه كمان. رايك؟ انا بجد جامده. جميل. هو بصوا قاعد يظبط فيها على قد ما يقدر بقى بصراحه يعني والله مش عارفه. بس كده لا انا بقول من التلفزيون. هي مثلا بتبقى عايزه يجي هنا كده عكس. انا مش عارفه بصراحه. مش عارف. هقول لكم بقى انا عامله النجرسكو دي ازاي يا جماعه، عشان البنوتات حبايب قلبي يعملوها ويدعوا لي بالله، يدعوا لي. بصوا بنجيب كيس مكرونه اللي هي الاسباجيتي دي، تسلقوها تقطعوها. اهم حاجه خرط يعني العود تلات حتت كده عشان ما تبقاش طويله قوي وانت بتاكل. فاهمين؟ عشان ما تبقاش طويله قوي. المهم بعد ما تقطعوها وتسلقوها سلق عادي خالص، اهم حاجه تسلقوها سوا كويس، مش تسلقوها نص سوا ولا الكلام من ده، عشان تاكلها جوسي كده وخطيره كده. تعملي ايه بقى؟ تقومي جايبه بقى صدر الفرخه بتاعك بقى وتقطعيه، وتروحي جايه بعد ما تقطعيه حلو كده تقومي جايه جايبه له بصلايه واشر عليه جزرايه، مقطعه له فلفل بقى، عندك فلفل الوان فلفل اخضر اللي موجود عندك حطيه، وتبلي بقى الفرخه الصدر بتاعك بقى التوابل اللي تحبيها، شويه فلفل، شويه كمون، شويه كزبره، شويه بابريكا، شويه 7 بهارات. تبليه كده زي ما تحبي التوابل اللي انت بتحبيها في الاكل بتاعك. وبعد ما تتبليه تروحي جايه بقى ايه طافيه عليه. تكوني سلقت قولي معايا
سلقت المكرونه حطيها بقى، قلبيها كلها في قلب بعضها مع صدر الفرخه اللي انت مظبطاها ده. يعني سلقت المكرونه حط صدر الفرخه معاها. واخدين بالكم معايا؟ عشان انا هقوم اكسر التليفون ده دلوقتي اهو. عارف والله مش عارف ايه السر في ان هو زي ما تيجي كده. البشاميل بتاعي بعمله ازاي بقى؟ هقول لك بعمله ازاي. كيلو لبن من الجاموس، تحط عليه قطعه من الزبده، ثم احط عليه 4 معالق دقيق، كله على البارد كده. وبعد ما تحط الاضافات بتاعتك دي تجيب المضرب وتقلبي وترفعي على النار. بعد ما ترفعيه على النار هيتقل معاك ويديك التقل اللي انت عايزاه. وهو معيار الكيلو الاربع معالق دقيق مظبوط، لا تقيل ولا خفيف، بيبقى 100 100. وبعدين تقوم جايه ايه بقى؟ قولي معايا. قولي انت معايا. تاني. والله صدقني وانتوا واقفه رشاد 100 100. شكرا. يعني احنا مش عارفين نعملها بجد والله. المهم يا جماعه، عشان في ناس برضه قالت لي الفيديو اللي فات ما كانش حلو. لا انا بجد مش عارفه اعملها. رينج رايت ولسه شاريه والله العظيم. انا مش عارفه اعمل ايه تاني. لا يمكن احنا مشغلين حاجه في الكاميرا بقى، انا مش فاهم. مش عارفه. ممكن تكون في حاجه انا في مش الكاميرا عارفه ولا حاجه احنا بجد. عاملينها مش. المهم يا جماعه الخير، تقوموا جايين عاملين ايه بقى؟ لو عندك جبنه بقى، اي نوع جبنه. انا حطيت شيدر على موتزاريلا مكيساهم مكياس كده. كنت جايبه كيلو من ده وكيلو من ده وقلبتهم على بعض. وبعد كده قمت معبيهم في اكياس كده، ايه الشيدر على الموتزاريلا كده، حطيتهم في الفريزر. بطلع الكيس واحطه على البشاميل بقى، بيطلع معايا يا لهوي طعم خطير خطير. شايفين بجد الوش ده يدل على دسامة البشاميل. بصراحه طعمها جميل. أوي بجد والله. وهي كاملة متكاملة، مش عايزة مش عايزة أي حاجة معاها تاني. بس سخنة ومحوحة. انتوا عارفين انا بطفي الفرن واحط الأكل. والبشاميل كمان بيحتفظ بالحرارة. يعني بصوا بيلسع يعني. شايفين الدخان؟ بجد طعمها جميل قوي. خطيرة. البشاميل بصراحه. البشاميل ده يعني مش عايزه اقول لكم ان الطريقه دي معتمداها بقى من المره اللي فاتت. يعني كنت الاول ما كنتش بحط الجبنه دي. المره اللي حطيتها لقيتها حاجه ولا في الخيال. قلت لا، هتاني ماشيه عليها بقى. ده طعم كريمي كده جميل قوي. طول النهار والله عند ابويا متعوده على كلمه الجماعه. المهم طول النهار هناك توضيب اكل بقى وغسيل مواعين وترويق وده باجي من هناك يا جماعه هلكانه. باكل هناك وطبعا يعني بقضي اليوم هناك. فما فيش وقت ان انا اصور، فاهمني؟ يعني باكل هناك وخلاص. اصور ايه؟ النهارده قلت له رشاد انا ما صورتش من زمان، تعالى بقى نعمل حلقه كده مع الجماعه اللي وحشوني دول. احلى كلام. والله العظيم يا جماعه حياة ربي ما بيحوشنيش عنكم غير الشديد الأم. يعني وانتوا وعيلتي واكتر شويه كمان والله العظيم. بس بجد غصب عنه والله. انت كمان بتاعتي مش عايزه جنبها اي حاجه. لا مش عايزه لا. هي كامله متكامله بجد والله العظيم. خطيره جوسي. الكيلو اللبن حلو قوي على الكيس اللي هو 350 جرام ده. حلو قوي مظبوط. كنت مطلع لها لحمه كمان قلت لها ايه؟ كنا كنا جنبها
حواوشي. كلها خساره. في حاجات لا. هي والله العظيم مش محتاجه جنبها اي حاجه، بالله ما محتاجه جنبها اي حاجه. هي حلوه يعني تحس حلوة انها حلوة. كده. شايف الرشاق؟ هم انا فتحت كده يعرفوا انها حلوه. الرشاق ده جميل. والله العظيم بجد. وبقى ايه، بصراحه كان معايا هو اللي بيخرط لي الحاجه، يعني خرط لي الفلفل والجزر والحاجات دي كلها، لان انا كنت بقول لكم ظهري ده مش قادره، طول النهار واقفه، مش قادره خالص والله. وانا على العموم باشا الحاجات دي بقى. يعني هي دي رز وطبيخ امم احسن حاجه اسمها رز وطبيخ يا جماعه، اعشقهم. هي بيت عم كده، يعني انا طالعه لاولاد عمي بحب الرز والطبيخ. مش شرط بقى يكون معاها لحمه ولا فراخ ولا الكلام ده، انا بحب الرز والطبيخ، لو اي نوع رز وطبيخ احبه. وبحب ايه، المحشي. لكن رشاد جوزي يحب الحاجات بقى، البيتزا، الحواوشي، الكفته، لا حوستي الحاجات دي يموت فيها، وانا بقى الحاجات دي ما بتشبعنيش. يعني المكرونه دي عندي بالنسبه لي ما كاني باكل هوا. سامعين الماء؟ حصل موقف النهارده يا جماعه، انا عند ابويا وعيطت عياط، والله العظيم موقف صعب قوي. عندنا هناك عند ابويا من يوم ما رحنا، احنا كنا في بيت اول، يعني كنا في بيت الاول وبعدين نقلنا في بيتنا ده بنينا ورحنا عدنا فيه. فمن يوم ما رحنا البيت اللي احنا عايشين فيه ده، ولازم يبقى فيه كلاب في المنطقه، لان احنا يعني ايه، يعني بيتنا ايه جنب الغيطان على طول، جنب الارض الزراعيه، واخدين بالكم معايا؟ فعلى طول بنقل الكلاب، مش احنا او الشارع بتاعنا او اي حد يعني. فقبل ما امي ما تتوفى بحاجه بسيطه خالص، يمكن يعني تعبت في شهر واحد، في اول واحد كده لقينا في كلبه جايه. ظبط، خليك زي ما انت. لا والله. خليك زي ما انت طب عايز. انا عندي فكره حلوه قوي. هنجيب الكل سوا كده. ربنا يهديه. ربنا يهديه. اما بشوف انا حل بقى الموضوع انا بجد مش عارفه يا جماعه شو لا تعمل التاني. المهم خلينا نكمل لكم الحكايه. ماشي. المهم خلينا نكمل لكم بقى، عشان عارفه انتوا بتحبوا الحكايات بتاعتي. المهم ايه، الكلبه دي اللي انا جايه لوحدها كده، هي كلبه كبيره مش صغيره مثلا ان احنا هنربيها ولا حاجه، لا هي كلبه كبيره، يعني ايه كبيره، ما علينا. بس الكلبه دي يعني ايه، الكلبه دي بتكره حاجه في حياتها اسمها القطط. لو شافت قطه بتتنيها تجري وراها لحد ما تموتها، بتكره القطط. فاحنا كان عندنا مشكله مع القطط في الشارع معانا ومع جيراننا، القطط كانت مزهقانه في عيشتنا بجد. فاحنا انبسطنا من الكلبه دي اول ان احنا يعني اللهم بارك، يعني ان هي يعني ريحتنا من حكايه القطط دي. المهم خلاص بقى، كلبه ولدت، حب عيالها كلهم ماتوا، كانت والده 8، ال8 ماتوا. فقالوا في ناس قالت عشان خاطر بتموت القطط فمش هيعيش لها عيال يعني وكده. المهم ما كنتش انا حضرت بقى حكايه انها ولدت والكلام ده، كنت متلهيه بامي وتعبها وما اعرفش او كده. هي والده بقى اكتر، يعني ولدت تاني دلوقتي المره التانيه، يعني بقى لها اسبوع اهي ولا 10 ايام، لا ده بقى لها شهر. هي 20 يوم. يعني اللهم بارك، عيالها ابتدوا يمشوا وراها كده. المهم يا جماعه انا حبيت الكلاب ديت وبقيت فرحانه بيهم، ما بعشق اي حاجه صغيره كنت بموت فيها. والكلبه دي بقى احنا سميناها موزه، لدرجه ان احنا في الشارع مفيش حد ما بيحبهاش. يعني هي بتحمي المنطقه كلها، مش بتحمي بيتنا احنا بس،
لا بتحمي المنطقه كلها، لو حد جه غريب لازم تتنها توقفه كده وتثبته الا ما احنا نخش عنه. والله العظيم، والله العظيم رشاد جوز النهارده حايش عن جماعه معديين بموستيكل كانت هتاكلهم، لو مشوا قفليه بالله كانت هتاكلهم. هي يعني حاميه المنطقه بتاعتنا كلها كده. المهم النهارده بقى العيال عيالها قاعدين بقى يلعبوا في الشارع وما اعرفش ايه، وجايبه شويه عيال اللهم بارك عليهم. يقوم جرار معدي يا جماعه فدغ واحد تحت منه. والله العظيم اسالوا رشاد كده عليا، طب عايز زي العيال الصغيره ونقني واقول له انا، واقول له خلاص خلاص. كانوا 7 مات 2 كده بقوا 5. الاولاني ده مات عيق يعني مات منها كده وهي بتولده، ده بقى مات لما الجرار داس عليه. والله العظيم يا جماعه النهارده كان يوم صعب بالنسبه لي في كل الاحوال. فيلا الحمد لله. والله العظيم يا جماعه عندهم وفاء الكلاب دي، ورب العزه ما شفتها على بني ادمين بالله طبعا. شوفوا منظر الكلبه وهي قاعده تعمل كده اهو بعينيها، تعمل كده اهو يعني خلاص بتعيط، وتروح مطرح ما بنتها اللي الكلب اللي الجرار عملها، تروح مطرح الارضيه كده وتشم فيها وتعيط. والله العظيم وانا اعيط على عيطها. كلاب وفيه، كلاب وفيه طبعا جدا. حبيت بقول لكم يعني ايه الحكايه ديت وكده. طلبوا بقى اللايك والاشتراك اللي ما اشتركش، لايك. واعذروني يا جماعه والله العظيم غصب عن حقكم عليا. يعني انتوا بتعذروا اختكم كده وانتوا اخواتي في الله، وربنا يديكم نعمه في حياتي يا رب، وما يحرمكوش من كل حاجه حلوه تشوفوها كده في الدنيا يا رب العالمين. ويلا يا حبايبي مع الف سلامه. السلام عليكم.